بيحتاج لمزيد من الفرص حتى يشارك مشاركة فعالة ويدلو بيده، لأنه الشباب طاقات فكرية وطاقات جسدية جبارة. السودان منتظر من الشباب الكثير والكثير حتى على مستوى الفن والثقافة والعمل الفني بشكل عام. بنلقى الشباب هم الآن موجودين، وسحر القوافي عبر يعني سحر الكلمة والإحساس اللي بيخليك تترجم واقع يكون مليء بالعديد من الجوانب، يعني حبك لوطنك، محبتك لناس البيت، مناداتك كذلك بأنه والله الشباب مفترض يكون هو موجود في كل الساحات المختلفة عبر الكلمة اللي بتترجم عبر الشاعر يعني. نعم. نحن سعيدين سلمى. خلينا عبر خط الهاتف نرحب بالجميل جدا الشاعر والدرامي ما شاء الله عليه، يعني يحمل كم شيء. الشاعر والدرامي الأستاذ إسماعيل صالح عبد الكريم الشهير بإسماعيل المصري عبر خط الهاتف، هو ضيف عزيز علينا معنا اليوم في ظلنا ظل الصريف. حبابك عشرة إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الروعة والجمال عليك الأستاذ سلمى والأستاذ فردوس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والتحية لكل أسرة الأسير، وتحياتي عبركم للمستمع الكريم، ورمضان كريم عليكم، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية عامة بالخير إن شاء الله بإذن الله. إحنا قبل ما ندخل معاك في التفاصيل كده نشوف اسم المصري ده جا من وين يا إسماعيل؟ سؤال وجيه جدا، أهنيك عليه، وأيضا أهنيكم على المسمى بتاع ظل الصريف. هو اسم جميل جدا ومأخوذ من واقعنا السوداني المعاش. نعم. اسم المصري ارتبط بالبدايات صراحة، ببدايات الدرامية. أنا يمكن نعم يمكن المصري نحن. نعم اتفضل. بديت بالدراما قبل الشعر في شرق دارفور، وكان في شباب من الشباب المعجبين جدا بالحاجات اللي انا بقدمها وكده، وهو كان ما عارف اسمي صراحة. فبعد ذاك يوم من الايام جا ماشي كده ولقاني قاعد في ظل العصر كده، وخدت لي كرسي كده وترابيزه وقاعد، فكان ما بعرف اسمي، قال لي المصري كيفك؟ فبقيت انا القاه واقول له المصري كيفك، يعني يقول لي المصري كيفك. وصار الاسم. في ناس كثيره كانت ما عارفه اسمي صراحه، لما سمعته بقول لي المصري افتكروا انه انا اسمي المصري والاسم مشى. نعم. الكلام ده في الضعين تحديدا عنده علاقة طبعا يا فردوس، هو بدارفور برضو المصري، يعني احكي لنا برضو عن التجربة بتاعت انه عندك علاقة بدارفور تحديدا يا اسماعيل. طيب انا بعد وفاة الوالد والوالدة رحمة الله عليهم رحمة الله انتقلت الى شرق دارفور، لانه انا اكبر واحد في الاسرة وكده، وكان وراي بيت ولد، فانتقلت الى شرق دارفور، ومنها وفيها تحديدا واصلت مسير تعليمي في مدارس شرق دارفور، مدرسة السلام، السكة حديد، الصناعية. ومن ثم اتفتحت موهبتي الدرامية في بواكر عمري، يعني وانا كنت في شرق دارفور طفل صغير كده. وبعد اذكر انا في الصف الرابع اتفتحت الموهبة الشعرية اللي هي كانت حبيبة الى قلبي، ومن بعد ذاك مشيت الى جنوب دارفور محلية الضرام تحديدا، مشيت الفاشر، لفيت كل المناطق دي، وهي لحد الآن يعني مربوطة بوجداني كده. وأهل دارفور كريمين وجميلين، وبيني وبينهم تواصل لحد الآن، والعلاقة اللي بيني وبينهم يعني علاقة حب أبدي. أنا بحتبر إنه دارفور دي أمي الثانية، يعني أنا بفتكر إنه ربنا أخذهم لكن عوضني بأم ثانية هي دارفور. فالتحية عابركم والله لكل أهلنا في بقاع السودان، شرقا غربا جنوبا شمال، وبالأخص أهلي في دارفور. وهم كمان بيكونوا سعيدين بيك الليلة وهم الآن بيسمعوك على الهواء مباشر عبر إذاعة دارفور، وكل الأهل في مدينة الضعين اللي أنت مشيت ليها ولقيت فيها نفسك من خلال طيبة الأهل وتعايشهم وكرمهم الفياض. نحن من هنا برضو بيرسل لهم التحية، لكن برضو عاوزين نشوف الصعوبات اللي واجهتك في بداية مسيرتك، ومردودة كان عليك شنو يعني؟ طيب أنا
بعد ذاك من شركة دارفور انتقلت إلى الأبيض للأسرة مع محل الأسرة أصلا ومكان ميلادي ونشأتي. فلكن الموهبة بتاعت الشعر صراحة يتغلبت علي كده زي الزول يعني الحاجة تتغلب عليه وكده، فموهبة الشعر تغلبت علي وكان قدامي عزيمة وإصرار قوي إني لازم أنا أصل الخرطوم وأقدم نفسي للناس بشكل أو بآخر. هذا كان تحدي بالنسبة لي قدامي. يعني أنا بفتكر إنه الفترة دي مش كشاب كشاكش كده، إنه كان تحدي بالنسبة لي يعني. لأنه الوقت ده يعني الواحد يمكن مرحلة الشباب ذاته ما حصلها. فبعد ذاك أنا جيت الخرطوم في نقطة طريفة جدا قاعد أذكرها وقاعد أقول أثناء ما أنا جاي الخرطوم كده قاعد أشوف إنه نجاح أحلامي قاعد يتطاير قدامي شدة الثقة الزايدة كده والعزيمة. يا سلام. فبعد ذاك وصلت الخرطوم والحمد لله يعني الناس رحبت بي، ولقيت واحد من الأخوان فنان اعتبرته أخو صديق قدامي. هو كان زول عابر بالنسبة لي وكان زول يعني له مكانته في الوسط وكده. قدمك يعني قدمك للناس؟ ما قدمني صراحة. فأنا بحكي لك في الحاصل أنه أنا طلبت منه أنه يساعدني أو يوديني لجهة معينة تقدمني اتحاد منتدى ثقافي مصنفات أدبية إلى غيره، لكن زي ما بيقولوا كان لا حياته لو انت نادي. فبعد ذاك أنا بذلت مجهودي الشخصي والحمد لله وصلت يمكن في لمح البصر لأمور هذه اللي أنا دايره. وبعد ذاك سبحان الله يعني الفنان ده يتعامل معي فنيا في بعض الأعمال، في منها الرأس النور فنيا وفي الحضر النور غريبا. وأنا ما بقول الكلام ده عتابا له ولا كده، لكن أنا بذكره كتوضيح إنه أي زول ما لازم إنه يستسلم قدام طموحه. لازم الإنسان يؤمن تماما بالفكرة بتاعته بالشيء جواه. لازم الإنسان يكون عنده إيمان وقناعة تامة، بعد ذاك بتقدر توصل الأشياء. فالمردود صراحة المردود كان إيجابي جدا، لأنه أنا صراحة ما يتأثرت بالعوامل اللي كانت حولي، اعتبرتها حاجة طبيعية جدا كانت بالنسبة لك دافع. أيوة بالضبط كده. نعم. المصري عايزين أنا عايز أسألك سؤال، لكن السؤال ده ساخن شوية، فعشان كده حتسمعنا أبيات شعرية وبعدين حنسألك عشان شوية نروق. طيب نستريح بقصيدة اسمها سافري. سافري فوتي الله معاكي، سافري فوتي الله معاكي، أصل سفرك دون انذار زي الغدر يوم اتلافاكي، وهبك سكة غير سكة وتوجك عروس الأحرف تتغناكي، إن شاء الله سكة السلامة وربي يرعاكي. سافري ما انت ديما مسافرة وانا في اغتراب جواكي، تابع سرب الطيور بفتش في السراب كان راكي، فجيت الرمال والشمس تلهف في الأرض الشايلة فتاكي، وما بين شوفتك والمسافة رحلة إنسان من زمان أم بهواكي، قاسة مر البين شقا وتعب وانت ما هماكي، كان نفسه تسافري جواه ويترجاكي، عليك الريدة تاني ما تسافري، أصل طين الفريق شماكي، يتولفن عليك بنات خالاتنا وبنات عماتنا يا ما حبوكي سافري الله معاكي. يا سلام يا سلام، مع انه السفر يعني فيه فراق. نعم ان شاء الله السفر ظلام الغريب لابد يرجع يعني ويستقر بين اهله وبين احبابه. نعم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. انا حرجع لك يا المصري. خلينا نشوف حقيقة انه تم طردك يعني من واحدة من مواقع الصحف السودانية بدون ذكر اسماء المصري، والاسر اللي كان جواك من المشكلة دي شنو؟ طيب حقيقة انه هو يعني زي ما بيقال انه هو ما تم طردي من موقع الصحيفة. يعني برضو الكلام ده كان حصل في بداياتي كده زي ما ذكرت لك انه انا جيت الخرطوم يا داب وكده. بكل حماس كده عندي قصيدة كده يعني قريبة لقلبي وبريدة شديد، فقلت انه القصيدة دي لازم تصل للناس بشكل او باخر، وفكرت انها اقوم منشورة في احدى الصحف السودانية عشان انها شنو تصل للناس. يعني همي الاكبر انه كان الناس ده يصل للناس زي ما الان انا همي كل فني اللي بقدمه ده انه يصل للناس، لانه انا بشيله من الناس وبديه للناس. فبعد ذاك مشيت موقع الصحيفة بكل حماس كده وطاقة ايجابية، وصلت الموقع في زمن جميل جدا، ولقيت الصحفيين والصحفيات موجودين سلمت عليهم
وعرفتهم بنفسي وكده، وقلت لهم يا اخي عندي نص اتمنى انكم تنشروا لي وكده. ففي واحدة من الاستاذات اللي كانت موجودة يعني جزاها الله خير قامت ردت لي، قالت لي يا اخي والله الصحفي الماسك العمود الفني ده حاليا ما موجود، لكن انا ممكن اديك رقم تليفونه وتتصل عليه وتضرب معه وتشوف الشيء اللي حيقولوا لك. لو قال لك تخلي لي انا مثلا القصايد دي هنا لما يجي ما في مشكله، المهم قال لك تنتظروا لما يجي ما في مشكله. فشكرتها وداير امشي كده بتذكر قالت لي يا اخي طيب ما تسمعني حاجه. بتذكر قريت لهم نصين جدا، قريت لهم نصين والناس الموجودين في المحل يعني كلهم اندهشوا من روعه الكلام وادوا اعجابهم بالشيء، يعني ادوني كلام جميل جدا، وهو كان بالنسبه لي بمثابه جو السفر، وكلهم يعجبهم الكلام اللي قلته كده. فبعد ذاك اتصلت له وسلمت عليه يا استاذ اخبارك وصحتك وطمنا عليك وعلى الاسره الكريمه كده، بيقول له صحه رحب كده. وبعد ذاك عرفت بنفسي وقلت له انا جيت الموقع بتاع الصحيفه هنا ولقيت الزملاء ديل ادوني رقم تليفونك على اساس اني اتصل عليك. فقال لي انت ما موجود كده، فعندي نص دايرك تنشره لي يعني ولينا فيك العشم. قام يعني قال لي يا اخي نص شنو بتاع شنو كده، المهم وقفل فيني الخد يعني ده كل الحاصل. فبعد ذاك انا طلعت من هناك فرحان شديد بفكر في طريقه اخرى. بعد ده كله يا المصري فرحان يعني بعد الشكل دي. ايوه ليه انا مرقت فرحان انت عارفه، لانه انا مبدئيا مؤمن جدا بالشيء اللي انا بقدمه. واضافه الى ذلك لما قريت للصحفيين دي قصيدتين وعجبوهم جدا، انا افتكرت انه يا اخي انا الشيء جدا انشر ونشرته، اهم انشر المحبه والسلام بين الناس. فدي كانت نقطه بتاعت تحول بالنسبه لي، لكن مرقت فرحان ومبسوط شديد وبفكر في طريقه اخرى اوصل بها النص. يا سلام يا سلام، والله نحن سعيدين بك على قدر اصرارك وعزيمتك في انك انت تصل وتحاول يعني توصل للناس هذه الابداعات وهذه المفردات، لانها جميله جدا ونابعه من احساس صادق يعني تماما. الشاعر اسماعيل برضو عاوزين نشوف يعني أهمية المنتديات في حياة المبدعين والشعراء والمهتمين بالفن والثقافة تحديدا. أنتم الشعراء الآن الخرطوم أو المركز فيها العديد من المنتديات الثقافية، من خلال المنتديات دي بتلتقوا بالنقاد، بتلتقوا بكثير جدا من الشعراء في السودان، وبيكون في توجيه من خلال النقد البناء اللي بيساهم يعني في تطوير مسيرة الشاعر. نجيب برضو على تجربتك داخل المنتديات وحديث في هذا الجانب. والله أنا أفتكر إنه السؤال مهم جدا جدا وسؤال ذكي، والسؤال ده أنا دائما بيراودني شديد ودائما هو بيطرح نفسه السؤال ده يعني. فحقيقة نحن اليوم لما نجي ننظر لمسألة المنتديات أو الليالي الثقافية دي بالمختصر البسيط الآن هي اندثرت في سماء الخرطوم وفي سماء العاصمة المثلثة، اندثرت ما في حاجة اسمها ليالي ثقافية. أما لما تجي تنظري للمنتديات الثقافية في الزمان القريب والبعيد، فهي كانت بمثابة مدرسة للمبدعين المنتديات الثقافية، لأنه فيها بتجي تلقى الشعراء الصبغوب، والشعراء ديل كان بيتقسموا في نظام ورش. يعني القصيدة انت تكتب قصيدة بتجي بتعرضها على كم شاعر كده، الشاعر بيكتب قصيدة عشان ما مثلا يوصلها لفنان بيكون عارف انه في شاعر الفلاني خطه جميل بيجي بديه عشان ما يكتب له القصيدة بالخط الجميل ويوصلها للفنان دي او للجهة المعنية الدار يوصلها له. دي كانت من الجماليات الموجودة في المنتديات، يعني جيل الأكابر وجيل الوسط والجيل الأصغر، الثلاثة أجيال دي كانت بتكون في حوش واحد وبيناتهم إلا المحبة والجمال. وزمان كانوا بيأكدوا حقيقة إنه يا أخي أنت زي ما بتكتب حاجة جميلة لازم جواك يكون جميل. زمان الكلام ده كان موجود، لكن إحنا الآن مع الأسف أنا أقول لك بكل صراحة وبملء فم إنه الآن المنتديات الثقافية اتحولت لمكان قهوة وشاي ولعب ليدو وضمنة وكشتينة وإلى ما لا نهاية من الحاجات زي دي. فالآن أنت كمبدع جديد جد عشان ما مثلا تخش وسط الناس دي، أو عشان مثلا تلقى زول يقول لك يا أخي الحاجة دي بالمستوى الجميل أو عمل كده كده عشان ما تصل، أو يوريك حاجة من القواعد اللي في الشعر مثلا من ناحية الأوزان، من ناحية الغافية، من ناحية الأجراس الموسيقية. ما بتلقى زول بوريك الحاجات دي. ممكن تكتب 600 سنة تطلع 200,000 نص، لكن انت ما بتكون
عارف الجوهر بتاع نصر شنو أو هو سليم. يعني طبعا عندنا حاجات كثيرة في الشعر لابد إنه الشعر يكون سليم فيها. فمع الأسف الحاجات دي بقت ما فيش. فحتى لو شاركت في منتدى بتطلع بتقرا قصيدتك وبتنزل الناس بتجاملك بتصفق لك، ما في زول يعني بواجهك بحقيقة انه الله يفتح عليكي. فانا اتمنى انه الناس بامر من وزارة الثقافة انه يكون في دعم للمنتديات، انه يكون في اساتذة كبار انهم يدعموا الشباب الحاليا موجودين ديل عشان ما يقدروا يصلوا. ونحن اتمنى انه موضوع يا اخي انه الساحة يمسكها زول واحد ولا كده، الحاجة دي نخليها أي زول زي ما بيقولوا بيقسمتوه في النهاية دفن وانت بتشيله من الناس زي ما أنا قاعد أقول وبتديه للناس. وأنا الحمد لله يعني من الناس المحظوظين جدا، لقيت ناس قدروا يجيبوا معي ويوروني حاجات، والحمد لله أنا الآن كما هم عاملوني أنا بعامل بها الشباب الآن. فأنا دائما باب المصري والله مفتوح للشباب وعبركم لأي زول انتوا إبداع جواه، وبقول له يا أخي حبابك 10 والمصري موجود. نعم. المصري يعني بنلقى أي زول في أي مجال عنده حاجة محببة له وقريبة من قلبه. خلينا نقول المصري أكتر قصيدة بتحبها والمناسبة بتاعتها كانت شنو؟ والله صراحة بحبها حنين الشوق. حنين الشوق. حنين الشوق دي ميلاد كم؟ والله حنين الشوق دي يعني من دائما اي شاعر بيطلق على القصيده بده هي دي من بناتي الكم متاخرات وكده. قصيده اتكتبت في حوالي 2019 تقريبا، لكن القصيده دي اصبحت قريبه شديد لقلبي. وانا كنت مدعو لمناسبه في الباقير، وانا كنت في الفاشر. من الفاشر جيت الخرطوم، ومن الخرطوم هنا مشيت الباقير، واثناء ما حضوري للمناسبه وكده فكالعادة كالمعتاد الناس بيقعدوا يعني دايرة كده بتاعت شباب بنات أولاد ويتونسوا وكلام زي ده. فأنا ما قدرت أقعد مع الناس دي نسبة للاحترام الزايد اللي احترموني له، يا أستاذ ويا أستاذ وكده. جريت كرسي قعدت طرف، حسسوني إن أنا زول عجوز كده. فأثناء ما أنا قاعد طرف البنات كانوا الأبساط نظيفات وما دايرات يقوموا يشتغلن يعني مثلا يخدمن ويساعدن الناس وكده. ففي بيت أثناء ما أنا كنت قاعد وخلاص نعست يعني حوالي الساعة 9 ونص داير أمشي أنوم. فالبيت دي جات سبحان الله بكله سعة رشب كده، وجات قعدت إنها بتعوز في الكسرة وبتقطع داك وبتمسك ده كان بمثابة إلهام بالنسبة لي. وأنا كتبت النص يعني جاوبتنا والله إنه نسمعه. والله جدا يا أخي، وأنا من الحاجات اللي بحبها شديد يعني. يلا نسمع. طيب. صحيت حنين الشوق، صحيت حنين الشوق لما شفتك انت جاية، طردت النوم من عيوني انشغلت بالعباية، لا قدرت أحكي لو طرحتك فضل معايا. لملمت أطراف الكلام وسألت الناس ليه الحكاية وليه الخجل والسكوت في حروفك جاية. فجأة ظهرتي بدون في صور رواية، تستلسلي أطراف البيوت وتجلس على اللداية، تعوسي الليلة كسرة وتسوي الزمن ملح شكاية، تكنس الروح على الفرحة وتفرش للحبج من الملاية. وأي زول جاك يهنو ويبارك، 1000 مليون تحايا، وزيك ما لقيت في غرى الأحلام رعاية، ولا في المدن لك شبيه مخلوقة براك آية. فيك حدايق للمرح، فيك حدايق للمرح وشوارع فيك ألف لون وراية، عربات تتزاحم ومطارات بجيتك غناية، عربات تتزاحم ومطارات بجيتك غناية. وصحيت حنين الشوق لما شفتك اتجاه. والله لابد كان تحيي حنين الشوق ده جواك، لأنه الحاجة دي الآن شبه اندثرت يعني والله تماما. يعني ممكن بنلقاها في القرى البنية اللي بتكون حية وبتكون نشيطة وبتكون مشاركة في بيوت المناسبات، حتى على مستوى البيت يعني الكبير بنلقى البنية دي يعني مجهودة كبير جدا يعني. فليك التحية الشاعر والدرامي إسماعيل صالح. كانت ليك صولات وجولات ومساحات جميلة في دارفور، ما كتبت حاجة عن دارفور؟ طيب أنا أجدد تحياتي بك والمستمع الكريم وبالأستاذة فردوس، بعد تحية أكيد ولكل أسرة إذاعة دارفور. فأنا أثناء ما وجودي في دارفور يعني صراحة دارفور زي ما قلت لك شكلت وجدانياتي وبداياتي.
كانت يعني من دارفور. فمن الحاجات اللي أثرتني أنا في دارفور اللي هي المشكلة بتاعت إنه كثير من البنات بيزوجوهن غصب. يعني الواحدة ما بتكون عارفة إنه زوجوها على منو ولا كده. فدي كانت مشكلة واقعية وأنا شاهدتها بعيني يعني، وقعدت كثير في مجالس زي دي وناقشتها برامج زي دي، حتى ما سكت عن الموضوع ده يعني. بتذكر عندنا كان جروب مكون من أخونا وصديقنا آدم إسحاق، الآن هو في الكاميرون تقريبا أو في أفريقيا الوسطى على ما أعتقد، والأخ إسحاق مختار، ومعانا واحد اسمه ناصر. عندنا جروب اسمه جلسات في ضوء القمر، كنا بنناقش الحاجات دي اللي بتأثر في المجتمع وكده. وقال لي أنا دور فعال جدا، وقدرنا نستقطب ناس كثيرة من المجتمع ونغير من مفهومه. بعد ذلك جاءت الفكرة بتاعت إني كتبت النص بتاع زواج الغصب ويتغنى به أخونا وحبيبنا وصديقنا مدثر فور برنغا. أنا من هنا بحييه، هو من أبناء دارفور، لذلك أنا قصدت. صحيح، نعم، مدثر فور برنغا. مدثر نعم، لذلك أنا قصدت أعطيه الأغنية دي لأنه هو من أبناء دارفور، وهو زول أقرب من قريب بمثابة إنه يوصل الحاجة دي بأبسط الطرق والحمد لله. فبعد ذاك جد دور بتاع معسكرات النزوه وكده، كتبت حاجة اسمها لقيتك، لأنه دارفور كان شهدت صراعات حربية كثيرة جدا من أسباب عوامل يمكن كلنا بنعرفها. فده برضو كان جانب مأساوي جدا شهدته دارفور، وأنا شهدته بعيني يعني، من الحاجات اللي لحد الآن تاركة فيني أثر. فكتبت حاجة برضو عن الحكايات دي، عن معسكرات النزوه، وعندي نص اسمه دارفور. يعني كثير جدا من المحطات في دارفور، وأنا دارفور مهما أتكلم عنها ما بقدر أو فيها حقها، لأنه أنا قاعد أطلق على أمي وهذا يكفي. نعم. فلأنه أنا لما جيت داخل دارفور حسيت إنه فاتح أول مرة أنا في حياتي، رغم إني لفيت معظم ولايات السودان وقراها، لكن أنا لما جيت داخل دارفور حسيت بإنها أمه فاتحة لي حضانة. فهذا إحساس أنا نعم ما لاقاني في محل ثاني. نعم، ونحن سعيدين بالمساحة دي وسعيدين بالفرصة دي انك تكون معنا، وما عاوزين يا سلمى يعني اسماعيل صالح والله عندنا كلام كثير، لكن دايما الزمن نحن تكلمنا انه هو درامي يعني، فلا بد انه تدينا بديت بالدراما وخليتها يعني بعد ما اكتشفت موهبة الشعر يا اسماعيل كده. زي ما قالت فردوس ادينا حاجة كده من الدراما، سكتش سعيد. طيب أنا في الدراما والله كتبت حاجات كثيرة، والدراما دي أنا بعد موهبة الشعر قفلت بابا نهائيا وما في حاجات. احنا عاوزينك تفتح الباب، لأنه الدراما واحدة من الحاجات الموجودة يعني في حياتنا، ضروري منها. طيب في حاجة أنا أتمنى إنه أتوفق أقوم أقدمها، اللي هي بتدور في المهم أنا غايته بحجسد الشخصية وألعب كل الأدوار براي إن شاء الله، وأتمنى إنها تصل كاملة. تمام. شباب السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، كيف اخبارك يا اخي؟ ان شاء الله كويس، الله يعزك يا اخي. الحمد لله يا اولادي، تسلموا. يا سلام يا اخي، والله ما شاء الله يا اخي، عمك ده زول سلام يا اخي، مستحيل يا اخي ما بيعرف شافع لا زول كبير يا اخي، محلات ما يلقاك ما بينطق الا يسلم لك وبعد ذاك بيمشي. والله الزول ده يا اخي انا في الحله دي ما شفت زول كريم وزول اجواز زي يا زول. عمك ده ما شاء الله. وعمك ده ساكن وين؟ ده ساكن في البيوت البغادي دي، عمك ده ساكن بهناك. والله الزول ده ما شاء الله، ويوميا يعني تلقاه ماشي في الدكان ماشي وين، ما عارف انه عنده اولاد ولا هو الحاصل شنو عمك ده يعني، لكن زول ما شاء الله يعني رجل جميل يا اخي. والله ذاته الناس زي ده بيبقوا مافشين يا اخي، ربنا يديه الصحه والعافيه. السلام عليكم. عليكم السلام. اولادي والله الوقفه حارة، وانا جيت داير لي عيش مع زحمه العيش الحاصله دي، والله الوقفه غالباي. دار لي عيش ب100 جنيه، إن اديتوني له جزاكم الله خير، وإن ما اديتوني له أنا أجيب في الصف. لا والله يا حاج يا أخي تشيل العيش، معقول يا أخي؟ ما عدي الزول ده يا أخي، مشيه ومشي عمك ده. دار عيش بكام يا حاج؟ ب100 جنيه. هاك يا أخي وشيل ال100 جنيه ذاتها يا حاج. الله يبارك فيك يا ولدي. عمو اديني عيشة. يا ولدي فوي، أنا أطرش ما بسمع.
يا سلام. دي هي كانت طبعا. انا والله بس الفتره طالت دي كان ايام أزمة العيش وكده، انه زول كبير في العمر. ايوه يعني زول كريوبه كده، لكن بعد الزحمه بتاعت العيش وكده وهو شاف الصفوف طويله. ايوه وتحصل على الحاجه اللي هو دايرها بسهوله، وانت تجي بسهوله داري عيشها. نعم. في حاجات كثيره والله مكتوبه لكن ما اتنفذت. الان عندي لا موجوده والله في الارشيف اللي انا قاعد اسميه. عندنا دراما ضخمه جدا جدا اسمها ابو العروس غنج، ودي بتناقش مساله الزواج. وفي حاجه اسمها فيروس خطير اللي هي دي كان بزمن كورونا وكده. وعندنا حاجه اسمها الفكيل كباب، وكثير كثير جدا من الاعمال. انا صراحه لو قلت اذكرها لك للصباحيه دي كلها من تأليفي وإخراجي صراحة، وعملنا لها غرفات كثيرة. الآن غرفات مصورة لكن بس ما وفقنا في إنه نقدمها. نعم المصري والله نحن سعدنا بيك، وزي ما قالت فردوس كان ودنا إننا يعني نتكلم معك أكتر وندردش في تفاصيل حياتك، ويمكن الكلام معك بيحلى لكن دايما الزمن بيسرقنا يعني. لكن ختاما يا المصري في دقيقة أدينا نصائح للشباب كلهم، وأنت مريت بتجارب ومشاكل كثيرة واجهتك. والله طيب، أنا نصيحتي لكل الشباب بالأخص الشعراء، أنا بقول لهم إنه الإنسان يؤمن تماما بالشيء اللي هو بيعمل فيه مبدئيا. بعد ذاك من ثم إنه ما يستعجل في تقديم أشياء دي من خلال الوسائط أو غيره. تتريث تماما وتقرأ وتطلع أكتر وتقرأ لشعراء مختلفين، ولازم تثقف نفسك تماما من خلال الاطلاع وتعمل لك مكتبة مصغرة. دي حاجة بتفيدك جدا. نعم. بعد ذاك الخير في أمة الرسول موجود. تلقى لك شاعر كبير وزول سابقك في المجال تقعد معاه وتطرح عليه قصايدك دي. ومن ثم بعد ذاك يعني أنا بقول لك انطلق، لكن التأني قبل العجلة لكل الشباب. نعم. وأتمنى لهم التوفيق والنجاح والله. نعم، ونحن كمان نتمنى لك التوفيق والنجاح والتطور في هذه المسيرة، وإنه تخدم هذا المجتمع السوداني من خلال الكلمات ويعني الحياة اللي نحن عايشينها، لأنه محتاجة لكثير جدا من المعالجات وما بتجي إلا من خلال الفن وأهل الثقافة بشكل عام. كتر خيرك. شكرا جزيلا للشاعر والدرامي إسماعيل صالح عبد الله الشهير بإسماعيل المصري. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا. بارك الله فيك. ظل الصريف. ظل الصريف. دهشة الاسم من دهشة المحتوى.